Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب كل دايما بخير. النهارده يعني وانا قاعد في الحمام، وزي ما احنا عارفين يعني ان معظم اختراعات البشريه العملاقه فكرتها طالعه من الحمام، فكنت بفكر في بيلد الفيروس. فاحنا في بيلد بتاعنا النهارده احنا هو هيكون جديد من نوعه شويه. ليه بقى؟ احنا عاوزين نطلع اكبر قدر من الدمج ونكون في نفس الوقت تانك، يعني ما نموتش بسرعه. فاحنا في بيلد الفيروس الاساسي يعني اللي متعارف عليه ان انت بيبقى عندك ايتم النشر توس ديت الكور ايتم بتاعتك. يعني الايتم دي على البي سي بتديك 100 ابيليتي باور، وكمان بتديك اتاك سبيد، وده الجزء المهم في الباسف بتاع الايتم. بص، فيروس هناك في البي سي بيطلع بونص دامج لكل 100 ابيليتي باور معاه. طبعا احنا عندنا هنا يعني مفيش الباسف ده اصلا، ومفيش ايتم بيديك 100 ابيليتي باور غير الديسكاب، فاحنا هنكنسل الموضوع ده. المهم في النشر توس ايه؟ هي الاتاك سبيد. طيب، الفرق بين الاتاك سبيد يعني بيلد فارس بنشر توس ومن غيرها فرق مش كبير قوي، بس احنا هنحاول نعوضه. وفي نفس الوقت عاوزين نبدل النشر توس بايتم تدينا دامج عالي ايرلي. فاحنا اول حاجه هنجيبها هي الانفينيتي اورب. الانفينيتي اورب دي بالنسبه لي احلى ايتم في اللعبه كلها، يعني بتديك 85 ابيليتي باور. يا جدعان ده رقم كبير جدا يا جدعان. انت بالمناسبه فارس يعني ما بيستفادش غير بالستاتس بتاعت الايتم، اللي هو الرقم اللي مكتوب فوق ده اللي بيفيدك، لان هو اللي بيزود الاحصائيات بتاعتك. بالنسبه لباسف الايتمز التاني بقى، اللي هو مثلا تعمل 100 زائد 50% من الابيليتي اللي انت شاريه، مش بيفيدك قوي. يعني هو مفيد بس مش بيفيدك قوي. طيب، باسف الايتم التاني ايه؟ بتديك طبعا موف سبيد 5%، يعني مش مهم قوي، وبتديك 15 ماجيك بنتريشن، وده رقم كبير يعني في اللين خصوصا. ده رقم كبير جدا. انت اصلا يعني معظم كل شامبيون اللعبه بيبقى معاه في حدود من 30 ماجيك ريزيست لحد ال 50 في الايرلي. ده الرقم المتعارف عليه. فاصلا يكون معاك ماجيك بنتريشن في الاول، ده بيديك افضليه كبيره على اللي قصادك. وطبعا الباسف التاني بقى هو ده الاجمد فيها، انها بتخليك لما اتش بي اللي قصادك يقل عن 35%، انت بتعمل 20% بونص دامج، وبتكريت يعني بتطلع كريتيكال. طيب، ده بالنسبه لاول ايتم. تاني ايتم بقى هتبقى الجزمه. الجزمه بتديك 55 ابيليتي باور، تعتبر ايتم. بتديك 150 مانا ريجين، وده مفيد لفارس لان فارس بيحرق مانا بغباء يعني. و45 موف سبيد، فهي السات بتاعتها جميله جدا ومفيده. و8 ماجيك بنتريشن. اوبا، احنا قلنا ان انت معاك 15 في الاول، يبقى معاك الجزمه بتديك 8، يبقى انت معاك 23 ماجيك بنتريشن توتال. وبالاختصار اللي ما يعرفش الماجيك بنتريشن يا جدعان، كل واحد بيخش باحصائيات. انت بيبقى معاك ارمور وماجيك ريزيست. انت مثلا بدايه الجيم معاك 40 ماجيك ريزيست. الماجيك ريزيست ده بيقلل الدمج اللي جاي عليك، تمام؟ الماجيك دامج، مش الاي دي دامج، الماجيك دامج. الماجيك بنتريشن بقى بيشيل جزء من الماجيك ريزيست بتاعك. فانت لو حد قصادك في التيم جايب ماجيك ريزيست، انت بتجيب له ماجيك بنتريشن. تالت ايتم هتبقى الريفت ميكر. طبعا دي كرو ايتم لفارس، بتديك 150 ماكس هيلث، 80 ابيليتي باور، وبتديك 12% اومني فامب. يعني ايه اومني فامب؟ اومني فامب ده بيخليك تهيل من سكلاتك او الاوتو اتاك بتاعك. يعني كل ما تضرب اوتو اتاك بتهيل بنسبه 12%، او تضرب سكلايه. طبعا ده بس برضه ظريف جدا، ده بيخليك انك تبقى معاك سستين في اللين او في الفايت، انك تطول. طبعا مع ايتم الديفنس اللي احنا جايبينها، فانت مع ايه هتطول في الفايت بنسبه كبيره، هتطول شوت كل اكبر عدد ممكن من الناس، ومش هتموت بسرعه. وطبعا يعني بتديك تور دامج، فدي ميزه برضه ليها. تالت ايتم بقى، ودي بقى اللي احنا اصلا الفيديو كله قايم عليها، هي الايتم دي. بص يا جدعان، الايتم دي جباره. بتديك 55 ارمور، يعني صلاه على النبي كده، بسم الله الرحمن الرحيم، و55 ماجيك ريزيست. يعني بتديك ديفنس عالي قوي، وفي نفس الوقت الباسيف بتاعها جميل جدا. الباسيف بتاعها بيكبر حجمك. لما حجمك بيكبر انت بتاخد تناسيتي، يعني اي سي سي بيجي عليك الزمان بتاعه بيقل. مثلا مورجانا اديتك استن 3 سنين، هيبقى سنه، سنه ونص، فاهم؟ اخدت سلو بنسبه 40%، هيبقى ب 20%، بتتجدع معاك. وطبعا اثناء الفايت الارمور والماجيك ريست بتاعك بيعلوا بنسبه 30%. فايتم ممتازه
وحرفيا بتخليك تموت بصعوبه جدا يا جدعان يعني. والميزه كمان ان فورس انت هيبقى معاك دامج، انت بالجزمه والانفينيتي اورب وريفت ميكر بيبقى معاك دامج عالي، فبنفس الوقت بتبقى تانك ومش بتموت بسرعه. طبعا انت مش بتبقى تانك، انت بتبقى معاك ايتم ديفense بس يعني. الايتم اللي بعدها ايه؟ الديسكاب. الديسكاب بتديك 110 ابيليتي باور، وبتزود الابيليتي باور بتاعك بنسبه 40%. فدي حلوه انها تعوضك عن الايتم اللي انت ناقصتها اللي هي النشر توس، وبتزود لك الابيليتي باور بتاعك اللي هو النسبه اللي ظاهره عندك على الشاشه دي. بعدها برضو بتجيب الفويد ستاف. والفويد ستاف يعني ناس كتير قوي فاهمها غلط يا جدعان، دي مش بتتجاب للتنكات، هي بتتجاب لاي حد شاري ماجيك ريزيست. ممكن مثلا تكون يومي اللي بتلعب قصادك جايب ماجيك ريزيست، فانت بتجيب له الايتم دي. دي بتشيل 45% ماجيك بنتريشن. يعني لو يعني مثلا لو نحسبها انها 50% عشان نسهل الحسبه، لو اللي قصادك معاه 100 ماجيك ريزيست انت هتخليه 50. انت فاهم الايتم؟ لو معاه 200 ماجيك ريزيست انت هتخليه له 100. و100 ليت جيم ده مش رقم اصلا يعني، ده حاجه يعني لا تذكر يعني. 100 ماجيك ريزيست ليت جيم ده مش يعني مش هيحميك من اي حاجه، فايتم قويه جدا. فده الفول بيلد بتاعنا. طبعا عندك ايتمز بديله، ممكن تجيب بانش فيل تبقى ديفense اكتر، وبتديك سبيل بتديك 40 ماجيك ريزيست و75 ابيليتي باور فبتديك دامج، وبتديك شيلد بيبلوك عليك اي حاجه جايه عليك يعني اي سكيلات. فدي برضه تبقى حلوه لو قصادك اساسنز كتير. وطبعا عندك الايتم ديت الويت سند. الويت سند هتديك 50 ماجيك ريزيست زياده و45 اتاك سبيد. ومش بس كده، لا هي مفيده للفرس بشكل تاني. ليه بقى؟ بتديك ماجيك دامج. البيزك اتاك بتاعك اللي هو الضربات العاديه بتعمل 15 زائد 80 بونص ماجيك دامج. لما الاتش بي كمان بتاعك يكون اقل من 50% انت بتهيل، فتبقى حلوه مع الريفت ميكر ومع الايتم ديت، هتبقى يعني ايه. بس طبعا مش بتجيبها كل جيم، لان دي زي ما قلت لك لو قصادك ناس بتلعب اي بي بتجيبها. بالنسبه للرونز احنا عاوزين نعوض ال 12 توس. طيب ايه اللي هيعوض ال 12 توس؟ ليسا التيمبو. ليسا التيمبو الباسف بتاعها انها تديك ستاك. الستاكس بتزود الاتاك سبيد بتاعك من 4% ل 10%. ولما تبقى فول ستاك يعني 6 ستاك بتوصل معاك 40% اتاك سبيد. انت اصلا باسف فورس، اللي ما يعرفش باسف فورس، انت لما بتقتل مينيون بتاخد 20% اتاك سبيد، لما تقتل شامبيون بتاخد 60% اتاك سبيد. ده اساسا يعني خلاف النشر توز بقى سيبك منها. فانت معاك الليسال تيمبو هتديك اتاك سبيد، ولو قتلت مينيون بتاخد اتاك سبيد. طبعا لازم حاجه تركز عليها ان قبل ما تخش اي فايت في اللين قصاد مع اللي قصادك انت يبقى معاك اتاك سبيد. عامه انا بلعب بفورس ميد، فمثلا بينزل قصادي مثلا زد او ياسو او حاجه، انا اسم الناس ديت في تريكات تعملها قصادهم هشرحها لكم بعدين يعني ايه هتخليك تضمن اللين. نيجي بقى للبرسيشن. دي الرول اللي احنا بنلعب بيها. اول صفحه هنجيب الجازرنج ستورم. بص الجازرنج ستورم بتستاك معاك دامج. او كل 3 دقايق انت بتاخد يا 2 اي دي يا 4 اي بي. طبعا بما انني مهندس او بلغه اخرى مهندس، فانا قدرت احل المعادله الحسابيه ديت واوصل انك على الدقيقه 20 مثلا يبقى معاك 100 ابيليتي باور بونص. طبعا كل الرقم ده بيزيد كل ما الجيم بيطول، فاصبح ان انت بقى معاك كل ما الجيم طول معاك دامج عالي جدا ومعاك ديفنس، وفي نفس الوقت هتقدر توان شوت الناس، وفكره انك تموت تبقى صعبه شويه. دي الفكره من الرون ديت. طبعا ده اللي قائم عليها البيلد اصلا. طبعا تاني صفحه عندك الكوب ديجري. لما الاتش بي بتاع اتش بي اللي قصادك يكون اقل من 40% انت بتعمل عليه 7% دامج زياده. فطبعا يعني دي تبقى حلوه برده مع الانفينيتي اورب، لان زي ما قلت لك انت الانفينيتي اورب لما اتش بي اللي قصادك يقل عن 35% بتعمل دامج زياده. والكوب ديجري نفس الكلام، فتبقى الاثنين مولفين على بعض يعني. اخر بقى صفحه معانا هي الاكيريتي. كل ما تقتل حد مينيون او تشامبيون او اي وحش جنجل بتاخد 3% اتاك سبيد، بتوصل معاك لحد 20%. فانت كده اصبح عندك باسف فورز بيديك اتاك سبيد، معاك الليسال تيمبو بتديك اتاك سبيد، معاك الرون ديت بتديك اتاك سبيد، وممكن تبقى تجيب اسمها ايه دي الويت سند تديك اتاك سبيد. اتاك سبيد يعني مالكش حجه. يعني موضوع اتاك سبيد معضله الاتاك سبيد حليناها. طبعا ممكن تبدلها بالبلاد لاين. البلاد لاين ديت برضو ممتازه الفورس. ليه؟ هي بتديك اومني فامب. ولو انت فاكر احنا قلنا ان ريفت ميكر بتديك 12% اومني فامب، فانت اصبح معاك دي بتستاك معاك لحد 7% اومني فامب لما تقتل تشامبيون او مينيون او وحش جنجل. فانت معاك 7% مع 12% مع الجزمه. لو جبت جزمه الاومني فامب هيبقى معاك 7% زياده، انت اصبحت مكنه هيل. ف ده بالنسبه للرونز يعني. طبعا في تريكايه بتجيبها. بص انت الانفينيتي اورب في اول الجيم انت كل اللي هتحتاجه منها هي الرون ديت.
الايتم دي. الايتم دي بتديك 30 ابيليتي باور و12 ماجيك بنتريشن. انت اصلا الانفينيتي اورب معاك بتديك 15، فانت اصبح معاك 12 ماجيك بنتريشن، وفي نفس الوقت معاك 30 ابيليتي باور. يعني انت كده انت كل اصلا اللي محتاجه انت اخدته النص ايتم. يعني عايز اقول لك النص ايتم ديت هتديك دامج عالي جدا، هتخليك تخرم اي حد يلعب قصادك. وفي نفس الوقت لو قصادك مثلا بقى اساسا زد مثلا في اللين، كاتارينا بتلعب اي بي، فهتعمل حركه مميزه جدا. شايف الايتم دي بعد ما تجيب من الايتم ديت اللي هي النص ايتم ديت، هتروح تشتري ارمور او ماجيك ريزيست. بص يا باشا، هتروح تجيب الايتم ديت 900 جولد، 900 جنيه، بتديك 40 ارمور. يعني انت اصبح تقريبا كده معاك يعني في الاول اول اللين من 80 ل 90 ارمور. انت متخيل يعني ايه 90 ارمور في ليننج فيز؟ مفيش اصلا شامل في اللعبه بيوصل الرقم ده غير لو تانك يعني. يعني انت بتبقى حرفيا يعني معاك ماجيك بنتريشن ودامج ومعاك ارمور. طبعا حسب لو بيلعب قصادك اتاك دامج، يعني لو بيلعب قصادك زد او ياسو مثلا، فانت حرفيا مش هيقدر يقتلك، وفي نفس الوقت انت اللي هتون شوته. فانت حرفيا وكمان لو جبت اكزوست انت يعني بتذبح اللي قصادك، انت بتخرج اللي قصادك عن دينه. في ايتم حلوه طبعا لو انت بيلعب قصادك بقى ابيليتي، هتجيب الايتم ديت هتديك 40 ماجيك ريزيست. ده كل حاجه بالنسبه للبيلد. وطبعا السبيلز انا بلعب بفلاش واجنايت، ممكن تجيب فلاش وجوست. احنا نلعب قصدي فلاش واكزوست. احنا هنلعب بفلاش واكزوست الجيم ده، ويعني ومن غير ما اطول عليكم ونخش على الجيم بقى. The cost of your life. Bottom turret is under attack. Enemy slain. Ally slain. Ally slain. Bottom turret is under attack. السلام عليكم. Slain an enemy. خد يا دكتور. Slain an enemy. Enemy is unstoppable. Enemy slain. Enemy slain. Bottom turret is under attack. Your team has slain the dragon.
under attack. Enemy double kill. Enemy is legendary. Shut down. عيش حياتك كانك عاوز ايه تضربني بجد. لو حسيت بألم او حاجه ايه يبقى خلاص بركز كل شويه تركيز على كل مناطق الضعف. ابدا مثلا زقني مثلا اهو، زقني مثلا عاوز يضربني وبيجري ورايا اهو شايفين يا شباب بحاول اصدر رجلي بالشكل ده اهو، بضرب في مناطق الضعف اهو، شايفين اهو شايفين بكمل معاه اهو، كمل معايا كمل شايفين يا شباب زي ما انت شايفين التجربه الواقعيه عشان ما اقعش على راسي زي ما انت شايف. Top turret is under attack. Turret lost. Killing spree. Ally slain. Shut down. Helicopter! Been slain. Enemy turret destroyed. Slain. Slain an enemy. Shut down. Enemy killing spree. Rampage. Enemy turret destroyed. He has slain. Slain an enemy. Enemy slain. Double kill. Killing spree. You have slain an enemy. Slain. Dominating. Ally slain. You are on a killing spree. Enemy slain. Double kill. Unstoppable. Your team has slain Baron Nashor. When you dance with death, lead. Double kill. You're unstoppable. Triple kill. You're dominating. Shut down. فقدتش المكان. انت مخبي موس في بقك يالا؟ اخد بالنص في بق ليه شعر دقن بيطلع لجوه. يا نصر اضحك يالا. ده عبيط ده ولا ايه؟ اخرس.
have been slain. Shut down. Enemy slain. Enemy slain. Ally slain. Double kill. For enemy triple kill. Enemy slain. Enemy triple kill. Enemy killing spree. Shut down. Your team has stolen the dragon. Enemy slain. Enemy slain. Enemy slain. Slain an enemy. Shut down. You have been slain. Your team has slain the double kill. Killing rampage. Slain an enemy. Your team has slain Baron Nashor. We have slain an enemy. Viewers for everybody! Victory!